تخيلت قبل كده طعم الفاكهة بأشعة الشمس؟ ده بالظبط كان طعم اليميش. كلمة يميش في الأصل هي كلمة تركية قديمة معناها الفواكه المجففة. حكاية اليميش ظهرت جدا في العصر الفاطمي. كانت الدولة بتخصص ميزانية ضخمة جدا علشان تشتري المكسرات من الشام والعراق وتوزعها على الشعب في دار الفطر. مع بداية رمضان القاهرة كلها كانت بتبقى ريحتها جوز ولوز. المقريزي في كتابه حكى لنا إن القاهرة في وقتها كانت بتتحول لسوق عالمي لليميش، والسلاطين كانوا بيستوردوا المكسرات من الشام والعراق بالجمال. بس اكيد الحكايه ليها اصلها ايه بقى؟ اصلها ان المصريين القدماء هم اول من عرفوا تخزين الشمس جوه الفاكهه عن طريق التجفيف. العالم الاثري نايجل هابرت في كتابه وثق وجود سلال كامله من البلح والزبيب والجميز المجفف في المقابر الملكيه، وخصوصا في مقبره توت عنخ امون. المصري ما بيغيرش عاداته، هو بس بيطورها. اليميش مش مجرد تسالي، ده تاريخ متنقل عبر القوافل. الطعم واحد والبهجة واحدة. ايه هو بقى ركن اليميش الاساسي في بيتكم؟ وهل انت من فريق الخشاف ولا من فريق المكسرات الناشفة؟ شاركونا في التعليقات واستنونا في حكاية جديدة من اصلها ايه مع بتوع الاثار.